بص بقى صح، فلتر الابيض المشهور، فلتر الابيض والاسود اللي مصر كلها بتدور عليه، فلتر الاشجار، فلتر الافراح، فلتر البلاك الغامق، فلتر البلاك الفاتح، فلتر البلاك، فلتر البورتريه، فلتر السحاب، فلتر السياح اللي هو مثلا الفلتر ده اللي انت بتصور في المصيف وكده، فلتر السيشن، فلتر سينمائي. حرفيا 15 فلتر من افضل فلاتر اللايت روم. انا عاوزك تنسى كل الفلاتر اللي انا نزلتها بقى صاحبي وتركز معايا في ال 15 فلتر دول. جبت لك 15 فلتر فلاتر سيشن احترافيه جدا. حرفيا يا صاحبي ال 15 فلتر دول لازم كلهم يمشوا على الصوره بتاعتك، وهعلمك في فيديو النهارده ازاي تضيفهم على صورتك وبطريقه سهله جدا. طبعا يا صاحبي لو انت اول مره تتابعني فانا اسمي احمد محمد، بقدم لك محتوى الايديت وبنزل لك فلاتر احترافيه. كل فتره بننزل مجموعه فلاتر، وان شاء الله الفتره اللي جايه انزل لكم برامج تعديل الصور، واقول لك ازاي تعدل الصوره بتاعتك من صوره عاديه لصوره احترافيه، وانزل لكم برامج برده تصوير. بس كل اللي انا عايزه منك عايزك تعمل لايك للفيديو ده، ولو انت جديد تشترك في القناه. وانا بشكر اخواتي دول على تعليقاتهم الجميله كالعاده. وانت لو جديد وعايز تعليقك يظهر معانا هتنزل دلوقتي تعمل لايك وتعمل كومنت، وان شاء الله يظهر معانا في الفيديو اللي جاي. وعايزك تركز معايا يا صاحبي في الفيديو دوت عشان تعرف ازاي تضيف الفلاتر على صورك وبضغطه واحده. كالعاده احنا بنعملها بباسورد عشان تعبنا ما يضيعش على الفاضي. والفيديو بتاعنا ما عادش بعد ال4 دقايق، يعني كنا بنعمل الفيديو 8 دقايق، لا دلوقتي ما عادش بعد ال4 دقايق. كل اللي انا عايزه منك تاكد ان انت عملت لايك للفيديو ده، ويلا بينا على الشرح. كالعاده كده يا صاحبي اول حاجه نجربها مع بعض، نتاكد ان انا معيش اي فلاتر على برنامج اللايت روم عشان نخلص الشرح بسرعه. اول حاجه نعملها كده يا صاحبي هندخل على برنامج اللايت روم زي ما انت شايف بيفتح معانا بالواجهه دي كده اهو. طبعا لو انت عايز النسخه دي انا جايبه لك هديه مني، هتلاقيها في الرابط اللي في الوصف او في اول تعليق، دي هديه مني. طيب هتنزل تحت كده يا صاحبي زي ما انت شايف افضل 15 فلتر. لو دخلنا مثلا على الصوره دي كده اهو وضغطنا على كلمه بريسيت اللي هي تحت دي كده يا صاحبي، اول ما تضغط عليها كده زي ما انت شايف مفيش اي فلاتر موجوده. طب ازاي يا عم بازوكا نضيف الفلاتر دي؟ ركز معايا بقى خطوه بخطوه. اول حاجه تعملها يا صاحبي هتحمل الفلاتر من الرابط اللي انا سايبه لك في الوصف او في اول تعليق. اول ما تدخل على الرابط يا صاحبي هتنزل تحت كده يقول لك للتحميل 15 فلتر، اضغط هنا. هتضغط هنا وبعدين تستنى ال 15 ثانيه تلاقي الرابط مباشر. تمام اهو كده وحملتهم تمام قوي. هتحمل يا صاحبي برنامج RAR، البرنامج ده اللي بيفك الضغط بتاع الفلاتر. بعد كده هتنزل على الداونلود اللي هو انت المكان اللي لسه محمل فيه الفلاتر حالا اهو. اول ما تدخل عليه كده هتلاقوا افضل 15 فلتر في عالم اللايت روم. بص يا صاحبي كل اللي عليك هتعمل على المربع ده علامه صح، بعد كده تضغط على السهم اللي هو باصص لفوق وتضغط على كلمه موافق. اقول لك اكتب الباسورد. طب يا عم بازوكا انا اجيب الباسورد ده منين؟ لو سمحت المقدمه قلت لك الباسورد ده عباره عن 4 ارقام، بقول لك رقمين في رقمين بصوتي وانا بشرح، تسمع الشرح كامل عشان تعرف الباسورد. هكتب دلوقتي الباسورد وارجع لكم تاني. انت شايف كده صاحبي بعد ما كتبت الباسورد فك الضغط والدنيا تمام. بعد كده صاحبي هتحمل مدير الملفات ده، لازم مدير الملفات ده تحمله عشان ملف الداتا يظهر معاك، عشان انت لو اندرويد 12 او 13 ملف الداتا مش هيظهر ومش هتعرف تضيف الفلاتر. طب انت هتحمله منين؟ هتلاقي اللينك بتاعه في الوصف عندي او في اول تعليق. بعد ما تحمله يا صاحبي هندخل على التخزين الرئيسي، وبعد كده هندخل على الداونلود المكان اللي احنا لسه فاكين فيه الفلاتر، وبعد كده هتدخل على الافضل 15 فلتر في عالم اللايت روم اللي انت لسه فاكك الضغط بتاعهم، وبعد كده هتضغط على واحد ضغطه مطوله بالشكل ده كده، وتضغط على العلامه اللي فوق عشان يحدد لك الفلاتر كلها. بعد كده تضغط على كلمه نسخ، وقبل اي حاجه اول باسورد معانا هيكون 20. تمام كده تمام. بعد ما تضغط على كلمه نسخ يا صاحبي ركز معايا في الخطوه دي لان مهمه جدا جدا جدا. هتخرج كده يا صاحبي، بعد كده هتدخل على الاندرويد، ده الطريقه اللي انت ازاي تضيف الفلاتر مهمه جدا. بعد ما تدخل على الاندرويد هتدخل على الداتا. لو انت دخلت ملف الداتا ده ما لقيتش ملف اللايت روم يبقى لازم تحمل مدير الملفات اللي انا بستخدمه، وهتلاقي اللينك بتاعه في الوصف او في اول تعليق. تمام كده يا جدعان، انا بنبه على كل حاجه عشان عايز الفلاتر تشتغل معاك. بعد كده يا صاحبي هتدخل على ملف اللايت روم موجود معايا اهو، وبعدين تضغط على كلمه فايل، وبعدين اول واحده فوق، وبعد كده هتدخل على اللي هي زرارات كتير بروفايلز يوزر ستايل. اول ما توصل هنا يا صاحبي اعرف ان انت ماشي معايا تمام وكده مفيش فلاتر موجود. كل اللي عليك هتضغط على كلمه لاس، هيبداوا ال 15 فلتر يتضافوا معاك. لو وصلت معايا لحد هنا وما عملتش لايك اتاكد ان انت عملت لايك لاخوك فاهمني. طيب بعد كده تعمل استبدال عادي كده الفلاتر اتضاف. اتاكد بقى ان انت خرجت من برنامج اللايت روم، لازم تتاكد ان انت خرجت منه. بعد كده تدخل عليه من تاني زي ما انت شايف كده صاحبي. انا عندي فلاتر لايت روم كتير جدا اهو لسه ما نزلتش، فانا بفكرك يعني تفعل الجرس تعمله الكل عشان تكون اول حد يحمل الفلاتر ده اول ما انزلها. طيب هندخل دلوقتي على ال 15 فلتر بتوعنا، وبعدين ندخل مثلا على الصوره دي كده، ركز معايا. بعد كده صاحبي هتضغط على كلمه بريسيت زي ما انت شايف كده صاحبي، كلمه يوزر بريسيت ظهرت معانا ما كانتش معانا في بدايه الفيديو، هتضغط عليها بالشكل ده كده. بص بقى صح، فلتر الابيض المشهور، فلتر الابيض والاسود اللي مصر كلها بتدور عليه، فلتر الاشجار، فلتر الافراح، فلتر البلاك الغامق، فلتر البلاك الفاتح،
الفاتح، فلتر البلاك، فلتر البورتريه، فلتر السحاب، فلتر السياح اللي هو مثلا الفلتر ده اللي انت بتصور في المصيف وكده، فلتر السيشن، فلتر سينمائي. حرفيا 15 فلتر من افضل فلاتر اللايت روم. الفلاتر ده انا عاملها بنفسي وكاتب لك كل فلتر بالاسم بتاعه عشان تعرف تستخدمه. وطبعا يا صاحبي تاني باسورد معانا هيكون 40. وكده قلت لك اول باسورد وتاني باسورد، وعلمتك ازاي تضيف الفلاتر زي ما انت شايف. فيا من افضل 15 فلتر اللي نزلوا في عالم اللايت روم. لو انت ما عملتش لايك اتاكد ان انت عملت لايك. وانا كده وظيفتي خلاص، اتعلمتك ازاي تفك الضغط وازاي تعرف الباسورد وازاي تضيف الفلاتر لبرنامج اللايت روم. فانت لو ما سمحتش الباسورد او ما عرفتوش يا صاحبي ارجع واسمع الفيديو تاني. ما تنزلش في التعليقات تقول لي انت ما قلتش الباسورد. الناس اللي بتحمل الفلاتر دي مش احسن مني، انت اللي بتقدم الفيديو عشان كده ما بتعرفش الباسورد. لو حصل معاك اي مشكله وانت بتضيف الفلاتر اتواصل معايا انستجرام، هتلاقي الرابط برده في الوصف. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.